طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اكتمال الاستعدادات لاحتفالات الاستقلال في إقليم القاشبركة. الإريتريون في سيدني الأسترالية يحتفلون بعيد الاستقلال. تدريب 200 امرأة راعية. شي وبوتين يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية. فرنسا تعلن حالة الطوارئ في إقليم نيو كالدونيا وسط أعمال شغب عنيفة. موسكو تسحب قواتها من مناطق أرمينيا بطلب من رافين. إلى التفاصيل. أعلن رئيس لجنة الاحتفالات في إقليم القاشبركة سيد صالح إدريس اكتمال الاستعدادات لاحتفالات أعياد الاستقلال التي ستنظم تحت شعار ضمان السلام بالتصدي، وقد بدأت بعض فعاليات الاحتفالات حاليا. وأوضح لوكالة الأنباء الإريترية إيران أن الاستعدادات ظلت جارية منذ منتصف شهر إبريل بمشاركة القيادة الغربية وقيادة حرس الحدود الشمالية الغربية وأقسام إدارات الإقليم والاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وتجرى في هذا الإطار أعمال النظافة وتجميل الشوارع والأنشطة الرياضية والمسابقات الفنية، مضيفا أنه تم إعداد أعمال فنية مختارة للاحتفال الذي سينظم على مستوى الإقليم يوم 22 من مايو. وقال أن الفعاليات ستعكس ثقافة وموارد إقليم القاشبركة بمشاركة 13 فرقة فنية تابعة للقيادة الغربية وفرقتين فنيتين لإدارة الإقليم. وأشاد السيد صالح إدريس للمساهمة الشعبية إلى جانب أعمال إدارات الضواحي لحفاوة الاحتفال. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة سيدني الأسترالية بحرارة كبيرة بالذكرى 33 لاستقلال البلاد. وأوضح قنصل إريتريا العام في أستراليا ونيوزيلندا سيد محارس تخستي في الحفل الذي نظم في 11 من مايو بحضور عدد كبير من المواطنين مضمون الحرية والثمن الباهظ الذي دفع في سبيلها، وكذلك المرحلة التي دخلناها والمسؤوليات التي تضعها على عاتق المواطنين، وحثهم على تكثيف المهام الوطنية والتركيز على تعبئة الشباب. وألقى الرئيس الجالية الإريترية في سيدني سيد سامسون مانيل ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد ساقاي حقوس كلمات تخص المناسبة العزيزة. تخلل الاحتفال فقرات ثقافية وفنية تعكس مجد الاستقلال وبرامج التصدي الوطني، وقدمت في المناسبة شهادات تقديرية للذين خدموا بتفانين لفترة طويلة في الجالية وآخرين. نظمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية ل6 أشهر في مركز دبعات للتدريب المهني في أسمرة ل219 امرأة. وأوضح ممثل قسم الرعاية الاجتماعية والاستثمار في الوزارة سيد قبرها في السهية في مراسيم التخريج في 15 من مايو أن التدريب شمل مجالات الخياطة والضيافة والطبخ والحرف اليدوية والتطريز والغزل، وأن المتدربات قدمن من أقاليم القاشبركة والجنوبي وعنسبة وشمال البحر الأحمر. وذكر المدير العام للإدارة والمالية السيد أمها كيداني أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تعمل مع وزارة التعليم والسياحة والحكومات المحلية بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية الشريكة لضمان تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر. من جانبها عرفت ممثلة الخريجات عن إيمانها القوي بأن المهن المكتسبة سيكون لها دور كبير في توجيه مسيرة حياتهم وإحداث التغيير المنشود. وقدمت ضيوف الشرف وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لول قبراب ووزيرة السياحة السيدة أسكال منقريوس شهادات على المتخرجات. نظم الإريتريون المقيمون في جمهورية جنوب السودان وألمانيا والسويد وإيطاليا أنشطة الدبلوماسية الشعبية. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين في جنوب السودان احتفلوا رسميا بالذكرى 33 للاستقلال في جوبا يوم 11
من مايو تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. بدأ الحفل بموكب للسيارات بحضور مسؤول الشؤون القنصلية والقوى الاجتماعية وأعضاء السفارة والجالية، بالإضافة للمعلمين والطلاب، ومنافسات رياضية على كأس الاستقلال بين 8 فرق. وقال ممثل الشؤون القنصلية السيد سجاي محاري أن العمل من أجل نمو وازدهار البلاد بحماية الاستقلال الذي تحقق بتضحيات جسام هو من مسؤولية كل مواطن. واحتفل فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في السويد يوم 11 من مايو بالذكرى 30 لتأسيسه. وأوضح رئيس فرع الجمعية في السويد السيد تخستيف الساية في الحفل الذي حضره نائب رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد في الساية تسفى ميكيل، ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد محمد علي محمد سعيد، أن الفرع تأسس بمواطنين ومهتمين ومناضلين معاقين في 9 من إبريل للعام 1994، ولديه فروع مسقرة في جميع أنحاء السويد. وذكر بأن الفرع قام في 30 سنة الماضية بالتبرع بمبلغ 100 مليون كرونر سويدي نقدا بالتعاون مع شركاء لتوفير الأدوية والمعدات الطبية والعكازات والكراسي المتحركة والأثرة والأغطية والنظارات وغيرها. وأوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لول جبرات في الرسالة التي بعثتها بأن الدعم الذي يقدمه الفرع يعكس الاهتمام والرعاية بمعاقي الحرب، مشيدة بأعضاء فرع الجمعية والجهات المتعاونة. من جهة أخرى، أجرت اللجنة الوطنية للإريتريين في ألمانيا تقييما سنويا بحضور ممثلي اللجان في المدن. وشدد رئيس اللجنة الوطنية السيد يوهانس مبراتو على أهمية التقييم في صياغة التخطيط وتنفيذ البرامج، وحث الأعضاء على تعزيز جهودهم للتصدي للكفول للتحديات وتحقيق مهام اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية للإريتريين في ألمانيا هي تجمع إريتري يضم 26 لجان وطنية في المدن الألمانية. في غضون ذلك تبرع فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية في المدن ومنظمات أخرى بحوالي 42 ألف يورو لمعاقي الحرب. على صعيد آخر، أجرى مسؤولو وأعضاء المكاتب القنصلية في الدول الأوروبية تقييما عمل في ميلان الإيطالية من 10 وحتى 12 من مايو. ركز التقييم الذي حضره ممثلون من إيطاليا وسويسرا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والمملكة المتحدة على ضمان تقديم خدمات متكاملة وفاعلة للمواطنين. تنظم شرطة مدينة كنر سيمينارات من 10 من مايو لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لرفع وعي الطلاب بالقانون وتعزيز مشاركتهم لمكافحة الجريمة. وقال قائد مركز الشرطة الثاني الملازم أميناي زودي توضيحا مفصلا عن أهمية المعرفة القانونية لمكافحة الجريمة ودور الشباب المتحلي بالقيم في منع الجريمة وضمان أمن محيطه، والعلاقة بين الطلاب والشرطة لمكافحة الجريمة. وذكر أمينين بمساهمة كافة شرائح المجتمع في بناء مواطن سليم ومنضبط، وحث الطلاب على الابتعاد عن الجريمة وحماية محيطهم والعمل بالتنسيق مع الشرطة. وقال مسؤول مكافحة الجريمة سيد جبره وجبر سلاسي أن من المهم إبلاغ الشرطة عاجلا عند وقوع الجريمة. واقترح الطلاب الحد من الاستخدام غير القانوني للمتشفي غير القانوني للدراجات وإيجاد وسيلة تصحيح القصر المشاركين في أنشطة والقيام بالمراقبة جادا لمتاجر ألعاب الفيديو. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده مستعدة دائما للعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا. وخلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل بكين، أضاف شي جين بينغ إن التنمية المستقرة للعلاقات بين البلدين لا تخدم مصالح الشعبين الصيني والروسي فحسب، بل تؤدي كذلك إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وقال الرئيس الصيني أن العلاقات مع روسيا تجاوزت الصعوبات ودخلت مرحلة جديدة في تعميق العلاقات.
وأضاف أن الصين وروسيا متمسكتان بعدم الانضمام إلى التحالفات والعداوات وفق تعبيره. من جانبها أكد بوتين على قوة العلاقة بين موسكو وبكين، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين ولن تتأثر بالعامل الخارجي وفق تعبيره. وأشار بوتين إلى أن 90% من حجم التبادل التجاري يتم بالعملتين الوطنيتين لروسيا والصين. أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس عقب اجتماع طارئ أن فرنسا فرضت حالة الطوارئ في إقليم نيو كاليدونيا الواقع جنوب المحيط الهادئ الذي يشهد اضطرابات عنيفة. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يجعل من السهل على السلطات فرض حظر التجوال والمظاهرات ضمن إجراءات أخرى. ولقد 3 أشخاص على الأقل حتفهم في أعمال الشغب التي اندلعت بعد أن وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الإصلاحات انتخابية مثيرة للجدل في الإقليم والذي أغضبت مؤيدي الاستقلال. وقد أصيب مئات الأشخاص حتى الآن. وأعرب ماكرون عن صدمته لسقوط القتلى والإصابات الخطيرة التي لحقت برجل شرطة. وأضاف المكتب بأن أعمال العنف لا يمكن التسامح معها، وأن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام. قال الكرملين أن روسيا وافقت على سحب بعض قواتها وحرس الحدود التابع لها من أرمينيا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحليفين السوفيتيين السابقين. وكان عدم تدخل قوات حفظ السلام الروسية خلال الهجوم الخاطف الذي شنته أذربيجان العام الماضي واستعادت من خلاله ناغورنو كاراباخ قد أثار غضب برفين التي يربطها حلف تقليدي مع موسكو. وأضاف أن الحرس الروسي سيبقون على حدود أرمينيا مع تركيا وإيران. وطلبت أرمينيا في وقت سابق من حرس الحدود الروسي الانسحاب من مطار زافرنتونس الدولي في رافين. أصدر خفر السواحل الصيني تحذيرات لاسلكية إلى السفن الفلبينية التي تسللت إلى المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن هوانغ دو طالما كانت أرضا صينية، وأن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على هوانغيوندو وهي المياه المتاخمة لها. وأضاف أن الصين اتخذت في العام 2016 ترتيبات حسن نية تجاه الصيادين الفلبيين للصيد باستخدام عدد قليل من قوارب الصيد الصغيرة في المياه المتاخمة لهوانغيوندو، في حين تواصل الصين الإشراف والرقابة على الأنشطة ذات الصلة للصيادين الفلبينيين وفقا للقانون. وقال أنه إذا ساءت الفلبين استخدام حسن نية الصين وانتهكت سيادة الصين الإقليمية وولايتها القضائية، ستدفع الصين عن حقوقها وستتخذ إجراءات مضادة وفقا للقانون، مضيفا أن المسؤوليات والعواقب ذات الصلة ستتحملها الفلبين وحدها. وصلنا إلى ختام النشر كالتذكير بأهم العناوين. اكتمال الاستعدادات لاحتفالات الاستقلال في إقليم الغاش بركة. الإرتريون في سيدني الأسترالية يحتفلون بعيد الاستقلال. تدريب 200 امرأة راعية. شي وبوتين يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية. فرنسا تعلن حالة الطوارئ في إقليم نيو كاليدونيا وسط أعمال شغب عنيفة. موسكو تسحب قواتها من مناطق أرمينيا بطلب من رافين. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.